شحال عندك من دقيقه في النهار؟ اعطيني غير 2 دقائق وغادي نشرح لك كيفاش كاينين حوايج صغار كتاخذ غير ثواني ولكن كيسرقوا منك نهار كامل، كيهبطوا لك الطاقه وكيخليو دماغك ديما عامر. الا سالا هاد التايمر هاد الفيديو غادي يسالي. دير لايك ومتابعه وخليك معايا. ديما فاش كتفرج في شي فيديو على تنظيم الوقت كيقولوا لك دير ليست ديال الحوايج اللي باغي دير. هاد الحاجه مزيانه ولكن اغبى حاجه ممكن ديرها هي تجمع في هاد الليست كلشي. اذا شنو خاصني نكتب في هاد الليست؟ هنا كتجي قاعده 2 دقائق ديال دافيد آلين. اي حاجه كتاخذ اقل من 2 دقائق ديرها دابا. تخيل قررتي ترمي الجبل، تخيل قررتي ترمي الزبل حاجات، هاد الحاجه كتاخذ اقل من 2 دقائق ديرها في الحين. الا قلتي من بعد واجلتيها مع حوايج صغار اخرين بحال مثلا تقاد الفراش ديالك، تجمع حوايجك، تحط الحوايج في الماكينه ديال الصابون الى اخره. متفقين بلي كلهم ساهلين ولكن ملي كيتجمعوا كيوليو ياخذوا بزاف ديال الوقت وكيعيو بزاف. المشكله الثانيه في المهام الصغار هي انها كتقدر تقطع عليك حاله التركيز. تخيل انك كتقرا وبديتي كتحس بدماغك خدام مزيان والمعلومات داخله، ومن بعد تفكرتي بلي راك ما حطيتيش الحوايج في الماكينه ديال الصابون وباللي الا ما تغسلوش وما نشفوش ما غتلقى ما تلبس وانت ناوي تخرج في العشيه. داكشي باش خليتي القرايه ونطي ودرتي الحوايج اللي تغسلوا. ملي رجعتي لقيتي دماغك داخل في مود توفير الطاقه. هكذا غادي تكون ضيعتي التركيز والقرايه بسبب مهمه صغيره كتاخذ اقل من 2 دقائق اللي اجلتيها قبل. اذا قبل ما تبدا اي مهمه خاصك تفكر شنو هما الحوايج اللي كتاخذ اقل من 2 دقائق وضروري ديرهم وفي الحين. وزيد على هذا الشيء تقدر تخدم بهذه القاعده حتى في المهام الكبار. فوائد هذه القاعده كتنقص ستريس، ما كتبقاش تاجل ملي كتسالي المهام الصغيره بالزربه. العقل كيكره الحوايج الغير مكتمله، يعني اللي صعيب هو البدايه. غير غادي تبدا شي حاجه عقلك غادي يبغي يكملها. وزيد ملي كتنجز المهام الصغيره كتحس بالانجاز والمخ كيطلق لك واحد الدافع بحال الدوبامين اللي كيخليك تبقى في المود ديال الخدمه او القرايه او اي حاجه كتحتاج تركيز. هادشي اللي كيسهل عليك تبدا وتكمل المهام الكبيره، كتمنع التسويف والمماطله حيت ما كتخليش المهام الصغار يتراكموا عليك، كتنقص عليك الضغط وكتوفر الوقت اللي غادي تقدر تركز فيه على المهام الكبيره بلا ما يقاطعوك المهام الصغار. وباش تبقى مزيان ملي تكمل لائحه المهام اليوميه رجع حدد الحوايج اللي كتاخذ اقل من 2 دقائق وديرهم في الحين. من بعد قسم المهام الكبار لخطوات صغار كل وحده كتشد 2 دقائق وكملهم، وهكذا غتلقى راسك غادي حتى تكمل كاع داكشي اللي بادي. 2 دقائق مده تقريبيه، يعني الحوايج اللي كتاخذ دقائق قليله تقدر تكون حتى 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقه ولكن ما كتاخذ ساعات بحال القرايه والخدمه مثلا. هادشي اللي كاين. خلي لي الراي ديالك في لي كومونتير وبارطاجي الفيديو مع صاحبك باش يستافد. ولا بغيتي تشوف اكثر من هذا المحتوى خلي متابعه.